بعض الطرق الوعرة مفيش أي عربية هتقدر تتحداها. الطبيعة دايما ليها كلمتها، ومهما كانت العربية قوية ممكن تفشل. وده اللي هنشوفه النهاردة في فشل عربيتين من أقوى عربيات الدفع الرباعي، وهما الأودي كيو 8 والمرسيدس جي كلاس وبعض العربيات التانية. تحدي من أصعب التحديات اللي عرضتها لحد دلوقتي، تحدي ممكن تفشل فيه حتى لو انت ماشي على رجلك. التحدي مقسوم ل3 مستويات، هناخدهم بالتدريج من الأسهل للأصعب. والعربيات اللي معانا الجي كلاس والفولكس تيجوان والاودي كيو 8، ومعانا على الهادي البطة الجريئة بي ام دبليو اكس 6. وهنشوف عربيات تاني برضو زي الرانجلر، وده كلب معدي عادي هيبقى معانا برضو في التحدي. التحدي زي ما قلت موجود في منطقة صعبة جدا بيختلط بيها الماء بالطين. هنشوف بقى العربيات دي هتعمل ايه في التحدي ده. وخلينا نبتدي بأول واحد زي ما قلت لكم، وهو الأسهل، وهو عائق مائي. المية فيه مش عالية قوي، بس المشكلة دايما بتكمن في اللي تحت. الجي كلاس عدت بسهولة، البرادو وراها تمام زي الفل، واضح ان الدنيا سهلة. الرانجلر برضو بتخش، اعتقد الرانجلر اصلا بالنسبة لها الكلام ده هزار، خاصة لعلوها وحجم الكاوتش بتاعها. الاودي كيو 8 بتخش وراها، وزي ما قلت القصة برضو سهلة جدا. وبتخش وراها برضو الباجيرو سبورت. كل العربيات عدت في التحدي ده بلا اي مشكلة، حتى البطة الجريئة بتاعتنا عدت بلا اي مشكلة برضو. بيخش وراها التيجوان، وبرضو زي ما قلت التحدي ده سهل. طيب خلينا بقى نعدي التحدي السهل ده ونشوف اللي أصعب منه، لأن اللي جاي بعد كده أصعب بكتير. اللي انتوا شفتوه ده مجرد تسخين بسيط. ومعانا برضو نظام دفع رباعي أبو كلب، ده ملناش دعوة بيه. فخلينا نشوف العربيات اللي معانا دي مين بيستخدمه ومين ما بيستخدموش. التحدي اللي بعد كده تحدي برضو مائي، الاختلاف فيه إن عمق الماء أكبر، وإن الخروج من العائق ده مش سهل، لأن الخروج منه في أرض طينية زي ما احنا شايفين كده آخر بهدلة. الجي كلاس عربية مش بتخيب ظننا في أحوال كتير، وفي التحدي ده ما خيبتش ظننا. هو يبدو إن هو صعب، بس على الجي كلاس مش صعب قوي. طيب خلينا نشوف بقية العربيات. بتخش بعد كده الرانجلر، نفس القصة. الأمريكاني بشكل عام العربيات بتاعته تحس إن هي داخلة بصدرها، عاملة زي اللي لابس قميص وفتح زرايره لحد بطنه. تتميز بالجراءة والقوة، ولكن ينقصها حاجات كتير. وزي ما شفنا الرانجلر كده ينقصها أمان وثبات، بس في الحاجات دي الدنيا بالنسبة لها سهلة. البرادو برضو بتخش وراها، مش هنتكلم عن البرادو عشان الناس بتزعل، هي عربية كويسة جدا، وانا بالنسبة لي هي ارشق وافضل من اللاند كروزر. رأيي يمكن يزعل البعض. بتخش وراها الميتسوبيشي، شفنا تحديات للميتسوبيشي باجيرو سبورت وكانت كويسة جدا، بس في التحدي ده واضح ان الدنيا بالنسبة لها صعبة. جه وهو خارج ما قدرش يخرج، فاضطر ان هو يرجع تاني. المهم بعد ما فضلت داخلة طالعة داخلة طالعة، فين في الاخر خالص بعد ما كانت الناس قربت تنام قدرت تطلع. اللي جه على بالي وانا بتفرج على المنظر ده المقولة اللي بتقول هو الرهوان عملها معاك تاني. بس الحمد لله انها قدرت تطلع في الاخر. زي ما قلت لكم مش مهم العربية تعصلج، بس المهم انها تطلع في الاخر، وقد كان. خلونا بقى نتنقل للمرحلة الاكثر صعوبة، وهي المرحلة الثالثة من التحدي ده. زي ما قلت لكم الطبيعة ليها كلمتها، وكلمتها هنشوفها في التحدي ده. فخلينا نبتدي ونشوف العربيات اللي معانا هتعمل ايه. بداية عشان نوصل للمنطقة اللي فيها الصعوبة، انت اصلا مش ماشي في طريق، ده لا يمكن يسمى طريق بأي شكل من الاشكال، بس العربيات بتعافر. وزي ما احنا شايفين معانا التيجوان مثلا، من ضمن الحاجات والملحوظات اللي الناس دايما بتقولها ان الاطارات مش مناسبة للنوع ده من التحديات. ومع ذلك العربيات اللي احنا شايفينها اغلبها مركب اطارات عادية جدا، ومن ضمنها التيجوان اللي احنا شايفينها دلوقتي. العربية ماشية كويس اهي، بدون ما تبقى فيها اي تجهيزات خاصة او كاوتشات خاصة. يعني ممكن جدا العربية تبقى كويسة معاك بإطارات عادية، والعكس بالعكس. تعالوا بقى نتنقل لأصعب جزء في التحدي ده، وهو الجزء ده. هنا بقى عندنا مشكلة كبيرة، ان الممر نفسه مقسوم نصين بزاوية ميل كبيرة، جزء منه غارز في المية وجزء منه غارز في الطين. بتخش الكيو 8 على امل انها تطلع، بس الحقيقة الموضوع صعب قوي. العربية دي بتفرك اي حاجة تحتها، بس جت هنا ومعرفتش تعمل اي حاجة. قائد العربية حاول وحاول بلا اي فايدة، وكانت النتيجة الحتمية هو سحبها. وزي ما احنا شايفين كده اللي بيسحبها الوحش بتاعنا اللادا نيفا. المهم ان صاحب العربية قرر ان هو ما ييأس ويحاول تاني يخش في نفس المكان، على امل ان المرة دي الحظ يسعفه، او ان امكانيات العربية تتغلب على العائق ده. بس هي نفس العلقة، لا ألم زاد ولا ألم نقص، غرز بنفس الشكل وبنفس الطريقة، والعربية مهما تعمل فيها مش هتقدر تخرجك من المغرز ده. وبرضه كانت النتيجة الحتمية وهي سحبها، بس المرة دي سحبوها من قدام، لأن هو قرر إن هو مش هيحاول تاني، وعرف إن الموضوع فوق قدرات العربية دي. المنظر اللي احنا شايفينه ده عشان تعرفوا بس مستوى المية والأرض اللي تحتها عامل إزاي. عمق المية كبير، والأرض نفسها مش مستوية أصلا. ده عشان تبقوا فاهمين بس القصة صعبة إزاي.
نيجي بقى للبطة الجريئة بتاعتنا. طبعا هي ملهاش علاقة بالكلام اللي احنا بنحكي فيه ده خالص. الراجل دخل في منطقة خطرة جدا، مش ممكن قوة قلبه دي، انت قلبك ميت عشان تخش في منطقة صعبة بالشكل ده. تحس ان العربية دي ملهاش علاقة بباقي التحديات اللي احنا بنتكلم فيها، هي بتخش وبتطلع في الحاجات اللي على قدها. بس ايه رأيكم في اداء البي ام يا شباب؟ تقييم لو سمحت. طيب هتيجي بعد كده الجي كلاس. هل بقى الجي كلاس هتنجح فيما فشل فيه الاخرون؟ في وجهة نظري الجي كلاس بتعدي صعوبات كتيرة جدا، في بعض الاوقات ما كنتش بتخيل انها تقدر تعديها. بس المرة دي زي ما قلت لكم الطبيعة ليها كلمتها، وحتى لو انت راكب موجن زارا ممكن في بعض الاوقات ما تقدرش تعدي بيك في مناطق معينة. الجميل في صاحب الجي كلاس ان هو مش فارق مع العربية خالص، وبيفرك عليها وبيطحن فيها ولا همه اي حاجة. بس زي ما احنا شايفين كده القصة مش قصة طريق وعر عادي، انت بتتكلم على ان ارتفاع الطين الموجود في نص الطريق بيخلي العجل متعلق في الهواء. يعني انت محتاج جرافة مش محتاج عربية. ومع ذلك صاحب الجي كلاس راسه ألف سيف ان هو لازم يعدي، بس ما يقدر على القدرة اللي ربنا. والموضوع مش سهل على اي حد، بل اقدر اقول ان هو صعب على كل العربيات. الحل الوحيد ان انت تبقى راكب مونستر كار مثلا. ده حل العربية اللي وصلت له بعد محاولات ومحاولات. العربية فشلت في انها تعدي العائق ده، وحتى الكاوتش بتاعها لم يصمد من كتر المحاولة. بتيجي التجوان بعد كده بتحاول اصلا توصل للمنطقة اللي احنا بنتكلم عليها دي. الحقيقة برضو الوصول للمنطقة دي في حد ذاته صعب، والتجوان بتعاني لان الطريق مش مستوي، وزي ما قلت لما بيبقى الجزء اللي بين العجل عالي العربية بتتعلق في النص. المهم ان التجوان بتحاول وبتحاول على امل انها تقدر تعدي من الجزء ده. بيحاول ان هو يمشي على الاجزاء العالية او الاجزاء الواطية على امل ان هو يخرج منه، بس العربية بتيجي في الاخر وبتتعلق، وبيتبعوا معاها تقنية مضرب البيض عشان يقدروا يطلعوها. رج يمين ورج شمال ودوس بنزين وان شاء الله هتطلع. التحديات دي كلها ما تقولش ان العربيات دي تعبانة او وحشة، بس التحديات دي بتقولك ان مش اي عربية هتقدر تعدي من اي مكان، بغض النظر عن اسم العربية او الشركة المصنعة ليها. العربيات تقدر تتحدى الطبيعة بعض الوقت، لكن الطبيعة تقدر تتحدى العربيات طول الوقت، وفي النهاية هتقول كلمتها شئت أم أبيت. يا ترى إيه رأيكم؟ ظنكم خاب في المرسيدس والأودي، ولا هم واجهوا حاجات تفوق قدرة أي عربية؟